أشكر السيد المسيح الذي قبلني أن أكون من أحد أبنائه. أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكني رحمت لأني فعلت كل ذلك بجهل في عدم إيمان، وتفاضلت نعمة ربنا يسوع المسيح جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص العالم ويخلص الخطاة الذين أولهم أنا، لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أناه، مثالا للعاتدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية، وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده، له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور، أمين. طبعا أنا هعرفكم بنفسي. أنا مش هذكر اسمي الأولاني لأن مازال والدي للآن موجود في مصر وما زالت العيلة موجودة، وأنا بس هذكر إن أنا اسمي زمان، وهتخطى اسم والدي واسم جدي، وهقول ابن البحر، ابن حسين القرشي، ابن عمار، ابن جابر، ابن علي، ابن محمد، ابن شرف الدين، ابن نور الدين، ابن حماد، ابن جمال الدين، ابن محمد القرشي، ابن عبد العزيز أبو المجد، ابن علي، ابن محمد زين العابدين، ابن عبد الخالق محمد، ابن أبو الطيب، ابن عبد الخالق أبو القاسم، ابن أبو جند الزكي، ابن أبو الإمام علي الهادي، ابن الإمام محمد الجواد، ابن الإمام علي الرضا، ابن الإمام موسى الكاظم، ابن الإمام جند الصادق، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام محمد بن زين العابدين، ابن حسين، ابن الإمام علي، ابن فاطمة بنت الزهراء بنت محمد. أنا قرأت لكم التسلسل بتاع العيلة زي ما شهدت لي وزارة الأوقاف السعودية ونقابة الأشراف بجمهورية مصر العربية اللي هو رئيسها أحمد كمال ياسين الرفاعي، وده يمكن آخر يعني معلومات كانت بتاريخ 12/1/98. أنا ليه ذكرت التسلسل ده؟ علشان أقول أني أنا من آل البيت، وهذا الكلام ذكرته بالترتيب علشان يكون فيه صدق في المعلومات بالضبط، وديت موجودة في نقابة الأشراف في مصر. عائلتي بناء على هذا النسب فهي عائلة متدينة، وعائلة بتعيش في فكر آل البيت وكرامة آل البيت. والدي هو من الناس اللي مشهود لهم بالبركة في مصر، طبعا بالمفهوم الإسلامي، البركة بالمفهوم الإسلامي، بركة آل البيت. وجدي له مقام في القاهرة يزار هذا المقام ويقاد له الشموع ويسبح له ويحتفل له كل عام. في الجو ده أنا كنت أحد أفراد الأسرة، وهي مكونة من 5. كنت أحد أفرادهم وكنت الصغير فيهم يعني. اتربيت على التدين وعلى حفظ القرآن. يمكن حفظت القرآن وأنا في سن 8-9 سنوات، وبعدين في سن 12-13 سنة بدأت أتعرف على الكيان الأسري، إيه هو آل البيت، وإيه هو التكوين الديني بتاعنا، وإيه هي القيمة لعلاقتنا برسول الإسلام أو بآل البيت أو بالسعودية وكده. ووالدي كان دائما بيحاول يكون على اتصال دائم بنقابة الأشراف وبالعائلات، انحدار السلالة من السعودية للعراق،
لغاية تمركزها في مصر يعني. من سن 12 سنة أتذكر بعد ما حفظت القرآن وبدأت يعني أتحقق في نصوص القرآن، وجدت دائما القرآن والإسلام ليه شكل غير الشكل اللي أنا شفته في نفوس الناس العاميين، الناس البسطة. فالقرآن لا يعتبر ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن ليس فقط شهادة، ليس فقط صلاة ال5 فروض، ليس فقط الحج، ليس فقط صيام شهر رمضان، لكن الصيام، لكن القرآن والتمسك بالشهادتين يستلزم أن يكون المسلم قوي، وأن يكون فاظا، وأن يزود عن دين الله بكل جهد وبكل مال. مين اللي بيحدد هذا الكلام؟ ليس المسلم البسيط اللي هو بيصلي، ويمكن المسلم البسيط ما يعرفش حاجة عن الأمور دي، لكن اللي بيحددها من يتفقه في القرآن. طبعا من يتفقه في القرآن فهو يعني أناسه وشيوخه. في الفترة دي تعرفت على جماعة الإخوان المسلمين، وكانوا برضو قريبين من والدي، وبدأت أقرأ كتب سيد قطب وعمر التلمساني. وأتذكر أنه كان هناك في هذا الوقت كانت مجلة الإخوان المسلمين كانت تسمى مجلة الدعوة، وكانت مجلة الدعوة بيطلع معها براعم الإيمان، يعني مجلة للأطفال برضو، لأن هم دايما بيحبوا أن هم يبني الكبير ويدور برضو على الصغيرين. يعني عنده فكر أن هو الاستراتيجية بتاعت الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية عامة أن هو يعد نشء على هواه وعلى شاكلته. حظيت باهتمام من المجموعة في هذا الوقت، وبدأت أقرأ ابن كثير، تفسير ابن كثير، وكنت متيم بظلال القرآن لسيد قطب. قعدت في هذا الاتجاه يمكن سنوات، 5 6 سنوات أو 7 سنوات، لغاية ما تعرفت على جماعة أنصار السنة، وبعدين جماعة الجهاد، ثم جماعة التكفير والهجرة. وفعلا بقول ان جماعة التكفير والهجرة هي الجماعة الوحيدة اللي تنفذ يعني حذافير القرآن. يعني عايز اقول القرآن نفسه لا يرضى عن المسلم الرقيق. ان قلنا ان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، الا انه المؤمن القوي هو الذي يتفصص في نصوص القرآن، كما تفعل جماعات التكفير والهجرة أو الجماعات الأصولية. الجماعات الأصولية لا أحد يستطيع أن ينكر على الجماعات الأصولية فكرها، ما نقدرش نقول عليهم هم إرهابيين، لكن الإرهاب هو في النص نفسه. فاقتلوهم حيث ثقفتموهم واقعدوا لهم كل مرصد. القرآن هو الذي يقرر العنف، هو الكتاب الأم أو الأصل في الإرهاب والأصل في العنف موجود في القرآن. إن وجدت مسلم ليس عنيفا فهو مسلم غير متدين وغير قارئ وغير ممارس للإيمان الفعلي الحقيقي. فأنا بتكلم في النقاط ديت علشان أقول وجدت إسلام ركيك، فأردت المزيد، يعني أردت التدين كما يرضى عنه الله وكما يرضى عنه رسوله. فوقعت في التشدد الإسلامي والتطرف الديني، لأن في هذا الوقت وجدت جماعة التكفير والهجرة هي الجماعة اللي بتنفذ وبتحدد أصول وشكل الإسلام كما أراد محمد. يعني محمد الذي سمى كل غزواته بغزوات. ليه كان في غزوات على عهد محمد؟ ليه والغزوات دلوقتي يعني بدأت بشكل تاني؟ بدأت طيارة تخش في مركز التجارة العالمي أو واحد يفجر نفسه، هي غزوات برضو، نفس الفكر، نفس التسلسل بنفس المفهوم المحمدي والمفهوم القرآني. المهم عشت في هذا الجو، في جو التكفير
وبدأت أكفر كل من يحابب مسيحي، كل واحد يعيد على مسيحي، لأن طبعا في فتاوي بتحرم معايدة المسلم على المسيحي. فأنا وجدت المجتمع بمجتمع مش عارف الحاجات دي، فبدأت أعزل الناس وأكلمهم في هذا الوقت، وخدت مدة جامدة خالص في أحداث العنف وفي حريق محلات الذهب في شبرا، وكل ما كان في وسعي كنت أفعله. حتى المقابر لم تسلم، مقابر مسيحيين لم تسلم من تفكيري. ففكرت في يوم من الأيام أن أنا أجيب بلدوزر وأن أنا أكسر هذه المقابر، لأن يعني ما يستحقش أن المسيحيين يكونوا موجودين سواء حيين أو حتى لهم قبور. يعني أنا بحاول أمثل لكم مدى الكره اللي كان جوايا من خلال النقطة دي. لأن طبعا محمد بيقول في القرآن: لا تجدن قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ومن يحادد الله ورسوله الفقهاء قال فيهم من رفض الإيمان ومن رفض الإقرار بمحمد أنه رسول، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن ابتغى دينا غير الإسلام فلن يقبل منه. فمن يحدد الله ورسوله معروف أن هم اليهود والنصارى، وكل من عاون وكل من وادد غير المسلمين حتى لو كانوا أهلك. يعني لا تجدن قوما يوادون من حاد الله ورسوله حتى وإن كان آباؤهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أو أولاد أو أموالا اغتنموها. فالمفروض المسلم يحابب في الله ويباغض في الله ويقاطع في الله. حتى أننا إذا رجعنا بعقلنا لتاريخ الصحابة نجد أنه الصحابة يعني كان محمد بيقول لصحابي يقتل أبوه فيقول له أنا لها يا رسول الله، أنا يعني فداك نفسي يا رسول الله. تاريخ العنف في القرآن مش محتاج إثباتات. المسلم الأمين هيمسك أول ما يسمع هذا الكلام هيروح يجيب القرآن ويمسك ورقة وقلم، أو إذا قاعد على كمبيوتر هيكتب كلمة قتال وكلمة كره، كلمة بغض، ويشوف النتيجة اللي هتوصل له من هذا البحث. دي المشكلة. يعني الله خالق السماء والأرض، الله الذي يرسل نوره على الدنيا، الله الذي يرسل المطر على الأراضي الجدباء التي ليس فيها زرع يستفيد منه إنسان، وبين الجبال. الله نفسه المحب، الله العادل، بيقرر أنه الهواء والماء لكل إنسان ولكل حيوان ولكل جماد. فكيف يخصص الله المحبة على دين معين؟ كيف يتحيز لفئة معينة ويقول إن الدين عند الله الإسلام؟ في هذا الوقت كانت بيجي لي من حين لآخر تساؤلات موجودة في القرآن للآن المسلم ممكن يجدها. يعني لما أشوف في سورة الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن إزاي أقول إن الدين عند الله الإسلام والله نفسه يجعل الإسلام مرتبة أقل من الإيمان؟ دي أشياء كانت دائما بتلمح قدامي، لكن سرعان ما كانت تختفي لحين. الحين ده يعني هنرجع له، هنوصل للحين اللي تراكمت فيه هذه النقاط اللي جعلتني فعلا أترك الإسلام. من خلال العنف والكره والبغض مرت أيام كثيرة ارتكبت فيها خطايا باللسان وخطايا بالقلب وخطايا باليد وأحداث عنف وأحداث كره، وأنا أظن فيها أني أقدم جهادا في سبيل الله. كنت دائما أتذكر وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وكلمة ما استطعتم من قوة تفتح قوسين وتحط فيها أشياء كتيرة خالص. الغاية تبرر الوسيلة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. دائما عدو الله هو عدو المسلم، هو عدو الله. دائما محمد يقرر أن المسلم إذا عاد فالله يعادي معه وفي صفه. طبعا هنجد نصوص كثيرة محمد عندما يبغض الله ينزل آية تبغض ما أبغضه محمد، وعندما يرضى الله ينزل آية يعني تساند رضا محمد.
ناس كتير اعترضت، حتى عائشة قالت لمحمد: ما أسرع مرادات ربك لهواك. الآيات التي تجعل الله في صف المسلم كثيرة، وده من عدم العدل ان احنا نقدر نقول أنا عندما أبغض وعندما أكره وعندما أقتل فالله مشترك معي. الفترة ديت كنت بشوف فيها والدي وهو يستعمل البركة اللي هو يعني بيقرر أنه وصلت له من محمد ومن خلال آل البيت، يعني لغاية نسبه. وكنت بفكر دائما أقول: هل هناك اتصال بين الله وبين الإنسان من خلال القرآن؟ فطبعا والدي كان بيحاول يخرج الشياطين بالطب النبوي أو بآيات الرقية اللي هي موجودة كتير قوي، ممكن نرجع لها في وقت تاني. آيات الرقية أو الآيات التي يزعم محمد أن الجن يخاف منها، من أول سورة الجن والصفات والبقرة وأوائل الفاتحة. فكانت دي النقطة دي بتشغلني كثيرا، يعني هل هناك سلطان للقرآن على الجن؟ ولكن سرعان ما كنت بفتكر دائما أن محمد أيضا سحر، وأن محمد أيضا كانت الشياطين تستهدفه حتى وهو يصلي. يعني المفروض الإنسان وهو بيصلي الشياطين تبقى بعيدة عنه وتخاف منه، لكن محمد يذكر أن جاءه جندب، شيطان اسمه جندب، جاءه يلوح في وجهه وهو يصلي بشعلة نار، ومحمد أمسكه وربطه في سرية المسجد كما يقول يعني. لكن كنت بتفرج على والدي وهو يحاول أن يخرج الشياطين، وما كانش فيه شياطين بتخرج. وده كانت نقطة يعني مهمة بالنسبة لي. إن كان كلام الله فالمفروض يكون له سيطرة وقوة على طرد الشيطان من الإنسان. من النقطة ديت بدأت أحس إن الله يعني بيتلامس معي. الفترة ديت فعلا كانت يعني نقطة تأمل بالنسبة لي على طول، ويمكن هي النقطة ديت اللي جعلتني أترك الإسلام، لأني تفحصت في كتب التي كان يطالع فيها والدي، وبدأت أدرس هذه آيات الرقية والأسلوب النبوي أو الطب النبوي كما يزعم الإسلاميون. وكما يعني أنا دائما لا أعادي أحد ولا أتهم المسلمين بالسفة ولا أتهمهم بعدم العقل، ولكن أقول هي دعوة للتأمل. يعني هي دعوة للتأمل. كلام كان طبعا صعب عليا جدا إن أنا أمسك كتاب الله كما يعني المنشطات أو العناوين وشخصية رسول الله وأن أناقشها، لكن الله العادل دائما، الله الذي لا يتغير، هو إله واحد. كل ديانة ادعت أنها ديانة سماوية أو ديانة وضعية تقرر أن الله في صفها، لكن هذا لا يفقد الله عدله ولا يفقد الله حبه. فالله دائما مع الأمين، مع من يريد وجهه. الفترة ديت أنا كنت بحاول أكون فيها قوي وأمين مع الله، حتى أني كنت أصوم يوما وأفطر يوما، عكس المسلمين كانوا بيصوموا شهر رمضان بس، فأنا كنت بصوم شهر رمضان. وبعد رمضان كنت أتذكر حديث قاله محمد: خير صيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فأنا قلت طب خلاص خلينا مع داود، وكنت بصوم يوم وأفطر يوم. وكنت بصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حتى يحرم الله وجهي على النار. لكن دائما النقاط التي كنت أقول أنها تظهر فجأة وتختفي فجأة، كنت كل ما أقعد قدام شيخ أو أقرأ كتاب كنت أتذكر هذه المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونعوذ به ونستغفره من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. دائما كنت بقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. كيف لا يحترم الله في القرآن إرادة الإنسان؟
كيف الله يقرر أن هذا من أهل الجنة أم من أهل النار؟ هناك أحاديث كثيرة تؤكد أن المسلم أو الجنين يجمع في بطن أمه في 3 ظلمات حتى يكون له 40 يوما في بطن أمه وهو جنين، فينفخ له فيؤذن له بنفخة الروح ويكتب له اسمه وشقي واسمه وسنه وشقي هو أم سعيد ومن أهل الجنة أم من أهل النار. فما هي قيمة النبوات؟ ما هي قيمة الرسالة؟ ما هو دور إرادة الإنسان؟ الإنسان اللي بيقتل يقدر يقول حاشا، يتهم الله بالظلم ويقول أنا بقتل بأمر الله. الإنسان اللي بيعمل خطية يقدر يقول أنا بعمل خطية بأمر الله، وهذا أمر يعني غير مقبول في عدل الله. لأن أقدر أقول له يا مولاي كما خلقتني، أنت بتحاسبني ليه؟ كنت بتذكر دائما هذه النقاط التي ترد في كل كتب الحديث في باب الخلق. كنت بستغرب يعني إزاي الله، يعني إحنا مجرد قطع شطرنج. وكنت بستغرب أيضا للحديث اللي بيقول يعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة قيد ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخل النار. ويعمل الرجل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار قيد ذراع، فيسبق عليه القول اللي هو الله قرره قبل الخلق وهو في بطن أمه 40 يوم، فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل الجنة. تتذكر هذه الأحاديث وحس إن في حاجة مش مظبوطة. الإسلام نفسه والأحاديث المحمدية تقرر أن الله مرتب الأمور قبل أن تحدث، ضد عدل الله وضد رحمته وتلغي إرادة الإنسان، مهما إن قالوا أنه من باب التسيير ومن باب التخيير وعلم الله السابق وعلم الله اللاحق، إلا أن هذا يعني في سياق الأحاديث ما ليس له مكان. يعني مثلا إن قلنا أن إنسان وهو لسه بيتولد وهو لسه جنين الله قرر له شقي أم سعيد، طيب ده في باب التقرير، الله كتب عنه أنه من أهل الجنة أم من أهل النار. طب نيجي وهو عايش يخش الحديث الثاني، يعمل الرجل يعني موجود ورجل ليس هو صبي وليس هو طفل، يعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة قيد ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخل النار. وشق الحديث العكسي، ويعمل الرجل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار قيد ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. نيجي بقى هو اتكتب عنه قبل ما يولد، اتكتب عنه بعد ما هو عايش. طب لما مات تجد الحديث الرجل الذي قتل 100 نفس وذهب يسأل هل لي من توبة، فرد عليه الشخص وقال له ليس لك توبة، فقتله وأكمل به 100. وبعد كده تشاجر عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لما مات. ملائكة الرحمة قالت الراجل نوى أن يتوب وخرج من البلد اللي هو كان قاعد فيها علشان يروح لبلد جديدة، الناس البيئة نفسها تشجعه على أنه يكون رجل صالح. وملائكة العذاب قالت الراجل ده لسه قاتل 199 وأكمل 100 وبعد كده ما عملش حسنات. فالله أرسل لهم ملاك الأرض يقول لهم، الله أرسل لهم ملاك يقول لهم تقيسهم من ساعة ما مات لغاية ما قتل آخر قتيل 100، وبعد كده تقيسهم من ساعة ما مات لغاية البلد اللي كان ناوي يروحها. طبعا يعني بالعقل هيكون أقرب للبلد اللي هو قتل فيها 100 نفس، لكن الله لأنه قرر أن الراجل ده يكون من أهل الجنة، فخلى بعث ملاك الأرض يطول الأرض بين ما قتل 100 نفس وبين ما مات، ويأثر الأرض بين ما مات. يعني الله تحايل لأنه يريد أن يدخل الرجل الجنة. الثلاث أحاديث دول يقرروا أن المسلم ليس له إرادة، بيلغي إرادة الإنسان. كل الأحاديث دي كانت بتظهر قدامي وتختفي لغاية ما سافرت السعودية وقعدت في السعودية. طبعا أهل البيت لما بيخشوا السعودية ليس لهم يعني فيزات وليس لهم الأمور المعقدة في دخول البلد وخروجها. رحت السعودية وشفت الأراضي الحجازية وشفت الشخصيات السعودية القوية كابن باز وعلماء الإسلام هناك. وكانت الصدمة كبيرة أن أنا بالتزامي وبحفظي للقرآن وبتفقهي في نصوصه
وجدت أنهم يرفضون هذا التطبيق وهذا الفهم، وبيروحهم على النصوص الخفيفة، يسر ولا تعسر. يعني ممكن يشرب خمرة ويطلع لك نصوص من القرآن أنه يستطيع أن يشرب خمرة، وأحاديث أن النبي شرب خمرا وكان يعصر له. طبعا الأمور ديت ثابتة بالأحاديث أنها موجودة، لكن بالنسبة لي كانت جديدة. أنه يقدر يتزوج ويقدر يعاشر نساء تحت عنوان ملكة اليمين. وأتذكر أشياء تخجل في هذه الأمور، لكن أنا الآن ملتزم أن أعرفكم بنفسي أني كنت أعمى والآن أبصر، كنت مسلما، كنت متدينا، كنت متفقها، لكني تركت الإسلام. لم أترك الإسلام كفرا بالله، ولكن تركته لرفع الصفات السيئة الواقعة على الله. فليس الله بالمميت، ليس الله بالمذل، فليس الله بالمنتقم. الله هو الإله المحب الذي أن يحب أن الكل إليه يقبلون وإلى معرفة الحق يخلصون. أنا هوريكم، طبعا هحط إيدي على الاسم الأولاني، لكن هوريكم أن ديت الشهادة اللي بتقرر أننا من آل البيت، وهي موجودة في نقابة الأشراف تحت أرقام يعني 2212 في 213 في الحدود دي. ده الجزء اللي أنا أردت أن أنا أتكلم عنه، عن خلفيتي. لكن تركت الإسلام. لماذا تركته؟ لأني فعلا كان عندي نقطة يمكن مختلفة عن أي إنسان من الكثيرين اللي تركوا من الإسلام، وهي نقطة علاقة الجن بمحمد. علاقة الجن بمحمد علاقة يقررها القرآن أن محمد كان فيها ضعيف، فهو المسحور، وهو الذي كان هدفا للشيطان جندب وللسحر، وكان هدفا لعاصم ابن لبيد اليهودي عندما سحره، وكان يخيل له أنه يأتي النساء ولا يأتيهم. كان محمدا هدفا عندما ضحك عليه الشيطان ووضع على لسانه ألفاظا